السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو أخباركم شباب؟ إن شاء الله بخير. وياكم مصطفى حسن من قناتي على اليوتيوب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. اليوم عندنا قصة جديدة. القصة تقول: أنا بنية من ذي قار، عمري 21 سنة. أهلي خلوني أترك الدراسة وأنا صغيرة. كنت دائما بالبيت، لا أطلع ولا أطب، بس للزيارات أروح. فصديقتي نصحتني إنه أشتري تليفون حتى أتسلى بيه. جمعت أنا من مصروفي واشتريت هذا التليفون. دخلت فايبر وبقيت أكلم بس صديقاتي. دق علي رقم غريب، فخفيت وقلت لمرت أخويا إنه هذا الرقم دق علي. مرت أخويا نصحتني، قال لي لأخوك خلي يشوف من هذا. أخويا حاج الولد، طلع هو الولد من بغداد. فقال لي حث في الفايبر كم يوم إنه برجعت أبتي. أنا هم سمعت كلام أخوي، حذفت مدة أسبوع. أنا برجعت ثبت. وراها بيومين أجتني رسالة من نفس الرقم، حضرته. ورا كم يوم من حضر يعني الفايبر صار بي عطل عندي، ورجع يعني حذفته. أنا برجعت ثبته. دخلت ونسيت الرقم اللي دق علي. وبعدها بكم يوم هم رجع نفس الرقم دق علي. فقلت راح أشوف منو هذا. بقيت أتراسل وياه وقلت له منين جبت هذا الرقم؟ قال والله دخلته هيك وطلع لي. قلت له مسحه ولا تظل تراسل هذا الرقم. ظل يراسل ويقول والله ما عندي شي، بس خلينا نتعرف. فأنا مثل الغبية صدقته وظليت أحكي وياه. بعدين طلع هو رادود حسيني ووثقت بيه زيادة وحبيته. بقينا نتراسل لمدة 3 أسابيع. قال لي أريد أشوفك، دزيلي صورك. أول مرة ما قبلت وقلت له لا، وعفتك كم يوم. ظليت أفكر ما أحكي وياه بعد، ما قدرت يعني. ظليت أفكر إنه أنا بعد ما أحكي وياه، بس أنا ما قدرت لأن حبيته هواي. ب3 أيام بس 3 أسابيع حبيته شنو. فباللي أدز لي رسالة وقال ها فكرتي؟ فقلت له إيه فكرت، وراح أدز لك صور. دزيت له صورتين. وراها بأسبوع قال لي دزيلي صور بدون حجاب. قلت له هذا الأمر مستحيل أسويه، أدز لأي واحد صور بدون حجاب. قال لي دزين له أنشر صورك، وأنا أعرف جروب الناصرية. أنا خفت هواية، قلت له خليني أفكر رد لك الجواب. كنت خايفة وما أعرف شو أسوي. بنفس الوقت راسلت صديقتي قلت لها كل شي. فصديقتي انقهرت هواية وقالت لي روحي صلي ركعتين ودي أربك إنه ما يصير شي. سويت اللي قالت لي عليه ورحت دعيت ربي. وراها بساعة اتصل علي وقال لي ها فكرتي؟ قلت له فكرت. قلت له إذا تريد انشر الصور، إذا تريد، لأن مستحيل بعد أجاريك وثق بيك. قلت له عادي، إذا انشرهن عادي، أنا ما أخاف من شي. أشرب حبوب وأنت حر، ورقمك وعنوانك واسمك كل هاي عند صديقتي، وأنت هم راح تنظر. عمي يكون يعني رئيس عشيرة، أبدا ما راح يوفق ولا راح يسامحوك. فقال لي لا يا معودة، عندي الشاقة وياك وما راح انشر الصور. فأنا قلت له انتهى كل شي بيناتنا، وبعد لا تتصل على هذا الرقم أبدا. بس أنا انجرحت بسبب هواية انكذب علي. وراها بأسبوع دز لي رسالة قال لي إنه هو كان يضحك علي وما حبني، وأنا تعرفت على وحدة يحبها أكثر مني. وأنا أنصح كل بنية إنه ما تثق بواحد بسرعة بأي شخص وتدز له صور حتى لو كان ملاك، لأن ما تعرف ليه متى يتحول هذا الشخص إلى شيطان. طبعا خلصتنا قصة هاي البنية، بس عندي كم موضوع ويا البنية أتمنى تسمع هذا الشي. انت يعني 3 أسابيع ايش عرفتي عنه؟ ايش حبيتي من عنده 3 أسابيع؟ ما تقولي لي انت قبل يعني حب النظرة الأولى يعني شي شفتيه؟ ترى يعني ما يصير هيج. طبعا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. كان معكم أخوكم مصطفى حسن من قناتي على اليوتيوب.